في حين ان المسيحيين مش بيقبلوا اي مخالف ليهم، واخرهم القمص بولس القمص ميخائيل لما اتكلم عن شعرة شنودة واترفض ده تماما، وتم الهجوم عليه بشكل غريب جدا وطالبوا بشلحه. او القس ابراهيم عبد السيد اللي شنودة منع الصلاة عليه واتهمه بالزندقة لمجرد ان هو كان بيتكلم عن الاموال اللي داخله الكنيسة بتخش منين وبتروح فين، مش اكتر من كده. والكتاب اصلا بعدها صادر اساسا. ولا الانبا ماكسيموس اللي الكنيسة حربته بشكل مبالغ فيه جدا عشان ما يبقاش بشكل رسمي اسقف، وعشان يتمنع من اللبس اللي كان بيلبسه، في حين ان عادي كان بيقول يعني ان هو غير منتسب اصلا للكنيسة الارثوذكسية، وهو عمل بطاقته اللي مكتوب فيها ان هو اسقف بحسب اللي نشره بعض المسيحيين، مش كلامنا احنا. او الراهب القمص سرافيم البراموسي اللي عامل مدرسة في الاسكندرية، مدرسة الاسكندرية، ومن سنين الكل بيرد عليه شنودة وبشوي وموسى وغيرهم، والمسيحيين نفسهم بينشروا الردود دي وعاملين صفحات للرد عليه. او الدكتور جورج حبيب بيباوي اللي اتمنع الصلاة عليه، وعشان توادرس يعتبر من مدرسة متى المسكين اللي بيقولوا ان في تحريفات في الكتاب المقدس، قالك ان هو تراجع واحنا هنصلي عليه عادي. ولا حتى متى المسكين نفسه اللي يعتبر طيار مع نفسه هو والدير بتاعه كله، وكلهم منبوذين من باقي المسيحيين الأرثوذكس، وده كله بسبب صراحتهم وتصريحاتهم في كتبهم اللي بتؤكد تحريف الكتاب المقدس. وده منهج دراسي هم رافضينه الأرثوذكس عموما يعني. ولا المشكلة الكبيرة اللي اسمها ان من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، واللي أي حد بيطالب بالطلاق الكنيسة بتقف له وتقول له كتابنا ومش هنخالفه. وأنا سعيد بالتمسك ده، لأن النص ده مستحيل يكون إلهي إلا لو كان لوقت معين لأحكام معينة مش دائم. وده بيخلي المسيحيين يعرفوا إن المسيحية وكلام يسوع كلام بشري بحت. لكن الشاهد من كلامي إن هما بيقفوا له وبيمنعوه، إلا إن أول حد يظهر يقول لك عايزين نعمل كده في الإسلام بيكونوا في ظهره وبيشجعوه وبيكونوا فرحانين قوي بيه. تحس عندهم شيزوفرينيا، زي أي حد يتكلم عن الكتاب المقدس من خلال كتب الآباء يهاجموه، لكن لو حد طلع يتكلم عن المسيحية يقول لك انت ليه بتتكلم عن المسيحية؟ وده بسبب ضعف وهشاشة الإيمان المسيحي وهوانه في قلوبهم. الناس دي مؤمنة ان الاله نفسه اتضرب ومات، والكتب اللي مقدمها البابا توادرس زي كتاب حتمية التجسد الالهي بيقول فافتخار الكنيسة هو ان الله مات على الصليب، واتحط على الصليب واتمسمر واتخرمت ايده، والنص حتى عندهم بيقول ثقبوا او خرموا يدي ورجلي. انا بصراحة ليا نظرة يمكن تبقى صح او غلط، لكن انا مش قادر اتصور ان تكوين بعيد عن الكنيسة، مش قادر افهم وجودها ومحاولاتها للتشكيك في الاسلام في الفترة دي بسبب كشف حقيقة المسيحية